إحنا الزمالك دلوقتي بعد القضية التامنة بقى عليه حوالي 1.200.000 $300,000 يعني حوالي 60، 70 مليون جنيه مصري في القضايا ال8 اللي فاتوا، اللي إحنا كلنا حافظينهم، 3 مساعدين جوميز، جروس، فرجاني ساسي، ستريلا بتاع شيكوبانزا، نادي بتاع شيكوبانزا، وشارلوروا بتاع عدي الدباغ. طيب متوقع خلال اليومين الجايين ييجي لك النادي بتاع ألفينا، والنادي بتاع عبد الحميد معالي، والنادي بتاع الجفالي، والنادي بتاع صلاح مصدق، غير عبد الحميد معالي والجفالي وصلاح مصدق نفسهم، غير غير عمر فرج. فمتوقع ان انت خلال غير طبعا ابراهيم نضاي $1,800,000، غير طبعا مشلاك $800,000. فانت متوقع خلال اليومين الجايين دول وقبل يناير توصل 3 4 مليون دولار غرامات. هتفك مش تقدر تفك خلاص، نتكلم بصراحه. اللي خلاك ما فكتش على 120,000 وعلى 60,000 وعلى 80,000 وعلى المليون، هتفك على 3 4 مليون. طيب هيبقى الحل ايه؟ الحل ان انت هتكتفي الموسم ده بالصفقات اللي عندك. يبقى رقم واحد تجدد للعيبه اللي انت محتاجها، وتدفع فلوس اللعيبه الاجانب، وتجيب مدرب قوي زي هانز فليك مثلا. طبعا مش بالاسم، مش بنقول بالاسم هانز فليك هو اللي يجي طبعا، ولا حد بس حد بالعقليه دي، بالشخصيه دي، حتى لو هو صغير يا عم، حتى لو هو مش معروف، يكون فيه السمات الشخصيه دي اللي يقدر يعمل من الفسيخ شربات عشان تقدر تكمل الموسم بحسام عبد المجيد وبعواد وبصبحي وعبد الله السعيد والفينا وعدي الدباغ يعكس شويه، سيف الجزيري يعكس شويه، احمد حمدي وناصر ماهر وشحاته في نص الملعب، وهتمشي، واحمد فتوح طبعا وعمر جابر، وهتمشي. ده الحل الوحيد لان الزمالك يعدي مدير فني قوي، وتدفع مستحقات اللعيبه، وتجدد اللي موجودين. حافظ على اللي تحت ايدك، لان اللي تحت ايدك لو فك مش هتعرف تجيب مكانه خلاص. فإدارة الزمالك تطلع طبعا هتعلن ده قريب، هيبقى صعب فك القيد قبل يناير، ولو فكيت القيد قبل يناير مش هتجيب صفقات قوية، مش هتجيب حاجة كبيرة خالص. فالأفضل نركز التفكير دلوقتي على الحفاظ على الفريق، وتبنيه صح، وتظبط الدنيا فيه. تشوف بقى عمرو ناصر ده تشوف له حل، محمد شريف ده تشوف له حل، ولا احمد شريف ده تشوف له حل. ترجع عبد الحميد معالي من بره، تعالى يا ابني حقك علينا خد لك فلوس وكمل. تشوف صلاح مصدق، يا ابني حقك علينا تعالى خد فلوس وكمل. انت محتاج كل اللعيبه المتأيده في الزمالك انت محتاجها.